السلام عليكم ورحمة الله. بعد رجعتي من سوريا استماع على الناس عن موضوع الدعوة، شفت في ناس كتير مقتنعة انك تدعي الى الله عز وجل في الشارع هذا الشيء غلط وما بصير ومن هالحكي، وهالناس هدول هن نفسهم عم يطالبوا بالعلمانية، يعني حتى لو كان مسلم بتلاقيه عم يطالب بالعلمانية، هو اساسا ما فهم شو العلمانية ولا شو بتنادي العلمانية، لكن مشي حالك. قلت لهم بما انه بدكم علمانية ليش ما بنطبق نفس النظام العلماني اللي في اوروبا؟ يعني مثلا انت وماشي بالطريق في اوروبا بيجيك اثنين بيمشوا وراك كل الطريق بيلحقوا يقول لك هل تؤمن بيسوع الرب؟ هل تريد الخلاص؟ وماشي معه دفاتر وبدهم يتحشم بمناخيرك بحجية الدعوة إلى يسوع. ما بتسمع واحد بيقول لك إن يا أخي هذا الشيء غلط وما بصير. بدك الأكثر من هيك؟ هدول نفسهم بيجوا لعندك على باب البيت وبدقوا باب البيت، لا وبياخذوا حتى تصريح من البلدية على إن يختاروا بيوت المسلمين اللي هن من غير دين ومن غير طائفة لحتى يدخلوا لبيوتهم ويدعوهم للمسيحية. هاي العلمانية. ليه لما شخص يمشي بالشارع ويدعي الناس لله عز وجل من غير ما يضغط على أي حدا ومن غير ما يجبر أي حدا، بيجي واحد غبي بحط إيده على تمه لحتى يسكته؟ لا وفي ناس بتكفر عليه. وين العلمانية اللي عم تتشدقوا فيها؟ ولا أنتم بيوجعكم كل مظهر إسلامي؟ بيوجعكم كل شخص بينادي بلا إله إلا الله محمد رسول الله وبيحاول ينشرها في الطرقات. أنتم تربية حزب البعث الذي نادى أن الدين محصور في المساجد، ونحن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشر الدين في الأسواق وفي الشوارع، والذي طبق قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. ما حتى ضغط بالشوارع على الناس وأجبرهم على الإسلام وأجبرهم على ارتداء الحجاب ولا النقاب، إنما بكل صدر رحب يدخلوا كلموا الناس بالشارع يدعي إلى الله لوحده. أنت بدك علمانية ولا أنت خايف من المسلمين؟ لا تتدثر بدثار العلمانية، وهذا الشيء لاحظناه، لأني لما نناقشكم بالعلمانية أنتم بتفوتوا ب600 حيط، وأنا على استعداد بمناظرة أي شخص علماني في موضوع تحكيم الشريعة وموضوع تطبيق الشريعة، وعندي القدرة لإطحان وطحن بالمفاهيم العقلية والمنطقية وحتى القوانين الدولية. لهالسبب مناداتك بالعلمانية ونبحث كل الوقت أن العلمانية هي الحل. صدقني إذا بدنا نطبق النظام الغربي في وطننا كونه نحن أصحاب الحكم ونطبق العلمانية على وطننا، صدقني أنت أول الناس لتهرب من البلد.